طيب، ده كده ملخص سريع ازاي تبني نظام تجمع بيه بيانات العملاء أو الليدز، وكمان تسوقه عشان تكسب منه فلوس. كل ده باستخدام أداة أتمتة اسمها NAN. بس خلي بالك، ده مجرد خلاصة سريعة. التفاصيل كلها بقى في الحلقة الأصلية والكتاب المجاني اللي هتلاقيهم في الوصف تحت. الموضوع ببساطة جاي من فيديو بيعلمك خطوة بخطوة ازاي تبني نظام أتمتة بسيط ب NAN. يعني ايه NAN دي؟ بص، دي أداة بتخلي البرامج والتطبيقات المختلفة زي جوجل شيتس والإيميل مثلا يكلموا بعض ويشتغلوا سوا لوحدهم، تقريبا من غير ما تكتب أي كود. الهدف من السيستم ده إنك تستقبل بيانات عميل مهتم من فورم بسيط على النت، تسجلها أوتوماتيك في جوجل شيتس، وكمان تبعت له إيميل رد تلقائي فوري. تمام. أهم 3 نقط محتاجين نعرفهم بسرعة. النظام ده بيشتغل إزاي جوه NAN؟ الفكرة كلها في خطوات بسيطة بتربطها ببعض. بتستخدم حاجة اسمها ويب هوك عشان تستقبل البيانات أول ما توصل، بعدين خطوة اسمها ست عشان تنظم البيانات دي وتجهزها، ومنها بتربطها بجوجل شيتس عشان تخزنها، وفي الآخر بتستخدم الجيميل SMTP مع كلمة مرور خاصة للتطبيقات App Password عشان تبعت الإيميل بشكل آمن من حسابك. عشان تتأكد إن كل ده شغال صح، تقدر تختبره بصفحة ويب بسيطة معمولة ب HTML، ولما تتأكد إنه تمام بتفعله عشان يفضل شغال على طول، يستقبل ويبعت لوحده. ثالثاً والأهم بقى، الموضوع مش بس إنك تعمل النظام ده لنفسك، لأ، أنت ممكن تحول المهارة دي لخدمة تبيعها على منصات زي فايفر أو أبورك. يعني ممكن تبدأ أسعار من 50 ل 150 دولار للمشروع الواحد، وممكن كمان تعرض دعم شهري للعميل بمبلغ زيادة. يعني باختصار، ممكن تبني وتبيع أنظمة أتمتة بسيطة زي دي باستخدام NAN. لو عاوز تطبق الكلام ده عملي وتشوف الشرح الكامل خطوة بخطوة، لينك الحلقة والكتاب التفاعلي المجاني موجودين في الوصف، وما تنساناش بالدعاء.